بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين. نبدأ قصتنا على بركة الله. أنا سميتي معاذ، طبيب شرعي ولا طبيب ديال المشرحة كيف كنسميوه بدارجتنا المغربية. وإلا كاين شي حد ما عارفش لاش كيصلح هذا النوع ديال الطب، فهو كيتعتبر مهم بزاف في المجتمع، حيت كيساهم في تحقيق العدالة وكيتعاون مع البوليس ومع النيابة العامة ومع القضاة فانهم يحلوا بزاف ديال القضايا، وبسببه بزاف ديال الناس كيرجع لهم حقهم، وبزاف ديال الناس كيتعتقوا في اخر لحظة حيت كانوا غيمشيو ضحية الجريمة ما داروهاش، لكن الأدلة كانت ضدهم ولا شهود الزور بغاو غير يغرقوهم. بزاف ديال المجرمين كيتعاقبوا وكياخذوا الجزاء ديالهم بسبب الخدمه اللي كيديرها طبيب التشريح. المهم حنا كيف كيقولوا عندنا البوليس، مهمتنا هي نهضروا الجثه، نخرجوا الادله اللي كنلقاوها فيها، امتى مات، كيفاش مات، واش موت طبيعي ولا جنايه، وبزاف د الحوايج اخرين ما كاينلاش نهضروا فيهم دابا. انا في عمري 30 عام، انسان هادئ، كنبغي ندير علاقات مع الناس وندير اصدقاء ونتعاون مع الزملاء ديالي في العمل باش الامور تمشي مسرة وما نلقاش مشاكل. تخرجت من كلية الطب ودرت هذا التخصص لانني بطبعي عزيز عليا نكون مؤثر في المجتمع وما نكونش غير واحد من الناس العاديين. خصوصا الطب هي اكثر مهنه تقدر تساعد بها الناس الا عرفتي كيفاش تخدم فيها وكنتي كتقن شغلك. سنه 2009 تخرجت من الجامعه وتعينت في المشرحه في مدينه سلا وبديت العمل ديالي. دازت مده وانا خدام، لكن بحال ما خدامش، كنجي كندخل البيرو ديالي وكنبقى فيه، ما عمري جاني شي تكليف بشي مهمه. مره كنت كنوقف مع شي طبيب اخر وكنعاونو بعض المرات، لكن ما عمر جاني شي تكليف خاص بيا بوحدي، رغم اني قبل ما نتعين كانت عندي سمعه مزيانه في الجامعه وكل شي كيعرفني ذكي وحريفي في المجال ديالي حتى قبل ما نتخرج، والنتائج ديالي كيدويو عليا. هاد الاشادات ديال البروفيسورات اللي كانوا كيقريوني كلهم كانوا شاهدين على الكفاءه ديالي، الا المدير ديال المشرحه اللي انا فيها دابا يمكن عنده راي اخر وكيشوف انني مازال جديد، خصني حتى نقدم شويه باش نولي كفء. ولكن الكفاءه راه كتجي في التجربه، كتجيب المداومه، كتجيب المواقف اللي كتحط فيها. منين غنجيب انا الكفاءه اللي بغاها هو وهو مهمشني؟ كنحس براسي غير كنضيع الوقت في هنايا. عييت من معني عليه ونص الليل هضره مع اطباء اخرين غير باش ما نخلقش معاه مشكل مباشره، لكن ما معبرنيش لدرجه انه كيدخل كيلقانا مجموعين كيهضر مع كل شيء، انا ما كيفوتش معايا السلام، تقول مداعي مع على الورد. المهم بقيت هكاك شهور لدرجه الدكاتره صحابي ولاو كيجدوا فيا وكيقولوا لي الدكتور المتقاعد. حتى لواحد النهار دخل علينا المدير لواحد المكتب كنكونوا مجموعين فيه، الا ما كانتش خدمه ولا اللي بغى ياكل ولا يشرب شي قهوه كيدخل ليه. قال لنا جا واحد التكليف من النيابه العامه، بغاو طبيب يمشي يدير معاينه مع المحقق لواحد الدار تحرقات ويكتب تقرير للبوليس. وسكت شويه، وفي الوقت اللي هو ساكت بقى كيدوز عينيه علينا واحد حتى وصل لعندي وشاف فيا واحد الشوفه خبيثه وكلها مكر وخديعه عمري نساها، وقال وانا اخترت الدكتور معاذ هو اللي يقوم بهذه المهمه. دوز عندي اول ديال المكتب نعطيك التكليف، وابتسم ابتسامه صفراء وعطانا بظهره ومشى. انا بقد ما انا فرحان لانني اخيرا غندير شي حاجه وغنخرج للميدان من بعد شهور ديال التقاعد في المشرحه. بقد ما انا ما مرتاحش لدوك الشوفات والضحكه اللي دار فيا ملي كان غادي، خايف لي يكون شي فخ هذا. التكليف ومازال قال لي معاه اولدي، وحتى السلام ما كيبغي يقولها ليا غير بزز. واش هذا هو البروفيسور عاصم نيت اللي كنعرف ولا غير كيتخيل ليا؟ لا شي حاجه تما. المهم انا بالحماس اللي فيا قفزت من بلاصتي ونض زيت الشكاره ديالي والمعدات اللي كنخدم بهم ومشيت شديت عنده التكليف وخرجت للعنوان اللي كاين في التكليف، العنوان ديال الدار اللي تحرقات. وصلنا لعين المكان، شقه صغيره في الطابق الاول، عماره قديمه وحي شعبي من احياء مدينه الدار البيضاء. الشقه كامله محروقه لدرجه ان كميه الماء اللي احتاجوه رجال المطافئ باش يسيطروا على الحريق الا فرغتها في شي سد غتعمرو. دخلت للبارتما باش ندير المعاينه للدار، كنلقاها كلها متفحمه كحله زحله، حتى حاجه في الشقه ما بقات صحيحه، وصعيب انك تفرق بين حاجه وحاجه اخرى من قوه الحريق اللي كان. بقيت كنتنقل في الشقه من بلاصه لبلاصه، واخا الشقه ما محتاجاش للتنقل، 50 متر يمكن لك تدورها وانت واقف بلاصتك. اللي كيهمني في الموضوع انني ما لقيتش حتى حاله ديال اشتباه ولا جنايه ولا افتعال حارق، ولحد الان ما مستوعبش علاش النيابه العامه طلبت الخبره الشرعيه. الموضوع ما يستحقش. بارتما التحرقات ما كاين حتى ضحايا، وجاو رجال الاطفاء داروا اللازم، طفاو الحريق وكتبوا التقرير.
شنو كندير انا هنايا؟ في هاد اللحظه دخل المحقق اللي مكلف بالقضيه سميتو عماد، سلم عليا ورحب بيا، واخا انا اصلا جاتني عليه شي اخبار انه حس براسو شويه ومعفر. قلت ليه الشاف شنو القضيه بالضبط؟ انا من قبل وانا كنعاين في البارطمان ما بان ليا والو. قال لي اتصلوا بنا رجال المطافئ قالوا انهم كاينين في البارطمان تعرضات الحريق، وبعد ما طفوا الحريق لقاو فيها جثه محروقه على ما قالوهاش ليك، وهادشي علاش عيطنا لك باش تكتب التقرير باش يمكن لينا نكملوا اجراءاتنا. قلت ليه جثه؟ اش من جثه؟ انا عاينت البارطمان ما بانت لي حتى جثه. قال لي كاينه تبعني تشوف بعينك. داني لواحد البيت مطرف شويه، انا ملي عاينت البارطمان ما عرفتش كيفاش ما شفتوش نهائيا، غير هو فتح داك الباب خرجت منه ريحه الشوا بواحد الدرجه ما كتوصفش، شوا نيت ديال المعقول. دخلت للبيت كنلقى ما كايناش شي حاجه واضحه في الفراش، الاتات الناموسيه الفراش كلشي تحرق، كلشي داب في بعضياته. دورت وجهي للجهه الاخرى كنلقى جثه فوق الناموسيه، فعلا كاينه جثه كلها محروقه لدرجه انك يستحيل تعرف بالعين المجرده واش هي جثه ديال المراه ولا راجل. العافيه كلاتها مزيان، لكن الناموسيه ما تحرقوش الجناب ديالها، وبزاف البلايص فيها ما تحرقوش، ما وصلتهمش العافيه. حليت الشنطه ديالي بغيت نجبد المعدات باش نبدا ندير المعاينه، حتى بدا المحقق عماد كيضحك ضحكه ديال الاستهزاء. قال لي دكتور معاذ القضيه راه باينه وما محتاجاش للماتيريال، الدار تحرقات والضحيه كان ناعس فاكيد غيتحرق حتى هو، القضيه ما مستاهلاش كيف كتشوف. شتي هذاك الكليماتيزور؟ قلت ليه شفتو. قال لي هذاك هو سبب الحريق، خلاه شاعل مده طويله ويمكن هذه الماركه اللي عنده ديال الكليماتيزور عيانه الموتور ديالها سخن وشدات العافيه في الدار. قلت ليه حتى انا راه بانت لي الامور بمجرد حريق عادي، يعني الكليماتيزور كيبان محروق والبيت كامل تحرق بسبب هادشي اللي كيبان لي حتى انا. ما كاينش اثر ديال شي جنايه ولا شي واحد اللي تعمد انه يشعل العافيه بينه وبينك هادشي اللي بان ليا. ولكن دابا كاينه الجثه، يعني القضيه فيها روح، وانا انسان كنريح ضميري وندير خدمتي، فخلينا نتاكدوا ما خاسرين والو. محقق عماد بدا تيتعصب، قال لي بطريقه فيها بزاف ديال التكبر. الشريف انا هو المسؤول على القضيه، وراني قلت لك الموضوع بسيط، اكتب التقرير فيه انه حريق عادي تسبب في احتراق الضحيه، وعطيني التقرير باش نمشي نكمل الاجراءات ونعطيو للناس ولدهم يدفنوه، ما كاينلاش نطولوا الامور. انا غير شفت المحقق كيهضر معايا بهذه الطريقه نسيت الاداب ونسيت الظرافه ونسيت الهدوء ديالي اللي موالف كنتعامل به مع كاع الناس، وانا نحط داكشي اللي في يديا. وقفت قربت ليه الوجه وقلت ليه شنو رايك تجي تخدم بلاصتي؟ كتب التقرير بيديك وسنيه بلاصتي ونمشي انا نجلس في دارنا، غتخليني ندير خدمتي ولا غنهز قشي ونرجع في حالي للبيرويه ونكتب شكايه للنيابه العامه بانك كتعرقل ليا خدمتي، وديك الساعه هما يتصرفوا معاك. المهم عطيتو بالدار وخليتو كيهضر مع راسو ومشيت. باش نعاود المعاينه ونشوف واش فعلا كاين شي رابط بين الجثه المحروقه وديك الحريق، ولا غير شي حجه حطها تما، ولا بدا منها الحريق هي اصلا. الجثه كانت فوق الناموسيه، الضحيه بحال كنعس على وجهه، وهادشي عادي، كاينين الناس كيرتاحوا في هاد الوضعيه، شفنا هادشي مرارا. بديت كنشوف في الحيوط ديال البيت والسقف حتى هما، وباش نقربكم الوضعيه الغرفه مربعه وصغيره، حيط فيه الناموسيه اللي كنعس فوقها الضحيه، والحيط اللي مقابل معاه كاين الكليماتيزور، والحيط اللي على اليمين فيه الماريو، والحيط اللي مقابل مع الماريو كاين الباب اللي دخلنا منه. هزيت راسي في السقف، الحيط اللي فيه الكليماتيزور كيبان ليا غير شويه ديال الدخان كحل، دخان خفيف في السقف، وهذه حاجه ماشي طبيعيه. الا كان الحريق بدا من الكليماتيزور وكان الكليماتيزور هو سبب الحريق كيف قال المحقق عماد، يعني المفروض ان السقف اللي فوق الكليماتيزور يكون محروق، فيه حريق ماشي دخان، وفيه اثر ديال العافيه، ولا دوزتي يديك ولا دوزتي اي حاجه غطار معها الصباغه والقبص وكاع داكشي اللي في الحيط غادي يطير لانه تحرق. لكن هو فيه غير اثر الدخان، كيف كنسميوه حنا بالدارجه الحموم، كيكون كحل وخفيف كيتمسح بالزربه، ماشي بحال الحريق اللي كيلصق. قلت بلاتي نشوف الكليماتيزور براسو علاش تحرق. حيد الكاش اللي قدامي حيت محروق، كنطل في داخل الكليماتيزور كنلقى انه الكليماتيزور اصلا براسو ما محروقش، يعني السلوكه ديالو والماتيريال الجروب ديالو ما محروقش، وانما الواجهه ديالو هي اللي تحرقات،
وهذا الشيء عادي حيت مكذب البلاستيك راه الاشويه تاع الحراره كتشد فيه دغيا وكتحرق. الحاجه الاخرى حنا كنعرفوا في علم التشريح الطبي انه العافيه فاش كتشعل كتحرق الحاجه اللي فوقها مباشره ماشي اللي تحتها. العافيه كتطلع للفوق حيت خفيفه ما كتهبطش لتحت فكتحرق داكشي اللي فوق منها. يعني الا العافيه شعلات في الكليماتيزور المفروض تحرقو هو الاول وتطلع تحرق السقف اللي فوق منه وتقدر تطفى كاع تما ما تمشيش لبلايص اخرين الا ما لقاش فاش تشد. في هذه الحاله مستحيل يكون الكليماتيزور هو السبب ديال الحريق. درت للجهه الاخرى كنشوف واش كاين شي سبب اخر مثلا يقدر يشعل العافيه من غير الكليماتيزور، شارجور ديال البورطابل ولا شي جهاز مبرونشي في البريز يكون هو سبب الحريق. ما لقيت والو، ولكن بان لي الحيط اللي فيه الناموسيه واللي فيه الضحيه هو اكثر حيط كلاتو العافيه واكثر حيط تحرق في الغرفه. هادشي كيعني انه الحريق بدا من الجهه اللي فيها الجثه، ماشي كيف كان كيخربق عليا المحقق عماد انه الكليماتيزور هو السبب ديال العافيه باش شالات. المهم كملت المعاينه ديالي ومشيت كنشوف الجثه، كنشوف واش تحرقات كامله ولا تحرقي شويه منها. درت يدي على الجثه كنلقاها تحرقات لدرجه انها تكمشات، وهذه اخر درجه تقدر توصل لها شي حاجه الا تحرقت. مرحله متقدمه ديال التفحم، ولا وركتي عليها بالجد غادي تبدا تفرتت بحال الرماد. حاولت نتعامل معها برفق، وهنا بداو كيطيحوا عليا بزاف ديال الاسئله الا جاوبت عليهم غنكون حليت جزء كبير من القضيه وربما نكون حليت القضيه كامله. كنت سائل واش الجثه محروقه كتر من البيت ولا البيت اللي محروق كتر من الجثه. هادشي غتعرفوا علاش. كنشوف واش الحوايج اللي لابس تحرقوا كاملين ولا مازال كاينه شي حاجه منهم ما تحرقاتش. واش الجهه التحتانيه من الجثه هي اللي محروقه بزاف ولا الجهه الفوقانيه. واش الجثه مات قبل ما يوقع الحريق ولا تحرقات عاد تحطات في البيت ولا حطاش على العافيه باش يغبر الادله ديال الجريمه اللي دار. اسئله كثيره كنحاول نجاوب عليها، واي ملاحظه لقيتها في مسرح الجريمه كنسجلها عندي. المهم انا مركز في شغلي والمساعد ديالي والطاقم كامل كل واحد دير خدمته ودير الواجب ديالو. حتى كنسمع صوت ديال شي واحد كيغوت في الزنقه وكيقول وياسين وياسين، كيعيط ويعيط ويعيط على من جهد فيه. ويسكتوه الناس اللي مجوقين قدام الدار وكيبقى يبكي حتى تيسكت. وهذا الموضوع تكرر بزاف المرات لدرجه انه ديرونجاني ما بقيتش قدرت نخدم براحتي. داز شويه ديال الوقت وخويا يسكت، بقيت انا خدام حتى عاود كنسمع الغوات من جديد وياسين وياسين، ويعاود يسكتوه الناس ويبكي يبكي يبكي. كملت المعاينه ديالي في هذه الظروف هكا حتى دخل عماد وبنفس النبره ديال الصوت وبنفس الطريقه اللي دار في الاول، وقلت الاحترام وقلت التربيه والعجرفه اللي فيه. قال لنا واش نتوما مازال ما ساليتوش 4 السوايع وانتوما كتبقشوا في هذا البيت ومازال ما ساليتوه؟ قلنا لكم القضيه بسيطه، كتبوا لنا التقرير نمشيو في حالنا. حتى واحد ما جاوبو، وانا قدامي الجثه كنفحص فيها ودرت بحال ما سمعتش هضرت وكاع نهائيا. انا كنحاول نجاوب على الاسئله اللي قدامي ونكمل خدمتي. المهم كنلقى الجثه متفحمه وما كاين حتى شي اثر ديال الملابس عليها، يعني غالبا تحرقوا من قوه العافيه. والجثه تكمشات بزاف. ما عرفتش كيفاش نوصف لكم الحاله، ولكن بحال الا درتي اللحم في الطاجين وخليتيه يطيب مده طويله كتجي كتلقى اللحم تكمش وتجمع حتى بقى فيه غير النص ولا اقل، بحال هكاك وقع لهاد الضحيه. كملت الاجراءات ديالي، صورت مسرح الجريمه وخرجت من البارطمون. اكتشفت باللي داك اللي كان كيغوت في الخارج وكيقول ياسين هو ولد عم الضحيه. وهنا هاني ديت معلومه جديده تقدر تفيدني في البحث. الضحيه سميتو ياسين. رجعت للمشرحه بعد ما الفريق اللي معايا دار اجراءات نقل الجثه ودخلناها لثلاجه الموتى، ومشيت في حالي لداري لانني كملت المهمه ديالي داك النهار. غادي في طريقي وكنفكر في داكشي اللي داز عليا. عييت بزاف، ما قدرتش نعس ديك الليله. كنت كنتمنى غير متى يوصل الصباح نمشي للخدمه احسن ما نبقى كنتقلب في بلاصتي بلا نعاس. فقت، صليت الفجر كيف العاده ومشيت للبيرو ديالي. كنحاول نفطر واخا ما كايناش الشهيه، ما هي الا دقائق قليله حتى كيصوني المدير.
الو دكتور معاذ، واش وجدتي التقرير ديال الجثه اللي تحرقات البارح؟ قلت لي السي المدير مازال يلاه لقيتيني غنبدا، راني يلاه دخلت غنبدا نشرح في الجثه ونشوف ديك الساعه منين سالي التقرير انا نجيبو لك حتى لعندك البيرو. قال لي ما يحتاجش اولدي، الامور راه باينه والمحقق عماد راه صدع عليا راسي كل شويه كيتصل. قلت مع راسي المحقق عماد داكشي علاش. قلت لي شوف سعاده المدير، انا عماد ما عنده حتى سلطه عليا يبزز عليا نزراب ولا يوريني خدمتي ولا يصبر حتى نسالي التقرير ونتصلوا بيه ديك الساعه يجي يديه. وانت راك عارف قضايا بحال هادو شحال كيخصهم ديال الوقت، المفروض كنتي تجاوبوا ديك الساعه باش ما يبقاش مصدع لنا راسنا وخلينا نديرو خدمتنا اصلا حنا راه دايرينها. المدير ما عجبوش الكلام وقال لي صافي غير حاول تزرب شويه. قلت لي لا خاطري حتى نسالي ونعيط لك، انا ناخذ وقتي كامل. ما عجبوش الحال وقتها عليا، حطيت التليفون ورجعت كنوجد الجثه باش نبدا نشرحها. حتى دخل المدير عندي متوتر وتالف ما عارفش اش بغا يقول. قال لي يا اولدي واش ما قلتش لك عطي لداك الجلاخه التقرير اللي بغا راه ما يسواش. قلت لي كيفاش التقرير اللي بغا؟ واش حنا كنكتبوا هنا التقرير اللي بغا المحقق ولا كنكتبوا داكشي اللي لقيناه في مسرح الجريمه ونتائج ديال تشريحه الجثه؟ قال لي يا ودي كتب لي داكشي اللي بغا، راه هو هادشي داز من قدام عينيه وعارفو، ودابا هو بغا يقفل ليه الملف، بغا غير التقرير باش يقفل الملف، عطيه ليه هو يتحمل مسؤوليته ويدبر راسو. واش ما عرفتيش شكون هذاك؟ راه عمو عنده منصب سامي في البلاد والوزير فلان راه من عائلته، ما كدير لا صداع الله يرضي عليك. قلت له واش ممكن نسولك واحد السؤال؟ المحقق علاش كيعتمد في بحال هاد القضايا باش يقفل القضيه؟ قال لي وايلي واش انت دابا غدير لي امتحان ولا شنو هادشي اللي كدير؟ قلت له انا غير جاوبني. قال لي راه باينه كيتقفل الملف على بناء على التقرير ديال التشريح الطبي. قلت ليه مزيان، يعني القضيه كلها متوقفه على هاد الشهاده ولا هاد التقرير اللي غنعطيه هنايا؟ قال لي هادشي راه عرفناه ومن بعد. قلت ليه هاد الجثه اللي قدامك السي المدير تقدر تكون تحرقات بسبب تماس كهربائي، هادشي كيوقع عادي. تقدر تكون تحرقات عاوتاني بفعل الفاعل، يعني تقدر تكون احتماليه ديال وجود شبهه جنائيه. ولا انا عطيت لهاد السي عماد المبرزط التقرير اللي بغا بلا ما نشرحها غادي يمشي يقفل به الملف وغادي يدفعوا للنيابه على اساس انه مو طبيعي وسالات القضيه، في حين ان الحقيقه يقدر يكون شي حاجه ضد هادشي كامل ويكون شي حد هو اللي حرق الضحيه. وهنا انا كنولي ساعد المحقق الكسول باش يخلي المجرم كيزعرط في الزناقي بدون عقوبه ويقدر يعاود الفعل مرات اخرين مع ضحايا اخرين. ولكن الا كتبت ان الوفاه بفعل فاعل من بعد ما يتبين لي هادشي في التحقيق، بزاف منه غيمشي يكمل التحقيق حتى يلقى الجاني، حيت النيابه العامه ما غتقبلش ليه محضر متناقض مع التقرير ديال الطبيب، وهادشي اللي ما بغاش هو على ما كنظن. من الاخر شوف السي المدير، انا غندير اللي يرضي ضميري وما غنبيعش اخرتي على قبل المحقق عماد. رجعت للجثه، هزيت المشرط وبديت كنقطع الجلد وكنشرح الانسجه. ما لقيتش شي نزيف داخلي ولا حيوي في الصدر. من بعد ما قطعت الضلوع وحيدت عظم القص اللي كيحمي الريه، وهنا كانت المفاجاه، اكتشفت بلي الضحيه مات قبل ما يتحرق. اذا سبب الموت ماشي هو الحرق، وكانت هذه هي الصدمه الاولى. لو كنت تبعت المدير وكتبت التقرير للمحقق كنت غنساهم في جريمه اخرى وفي ظلم كبير. جلست في البيرو ديالي كنكتب داكشي اللي اتصلت ليه حتى كتوصلني الصدمه الثانيه. المحقق عماد سد القضيه ديال ياسين واكتفى بالتقرير ديال الوقايه المدنيه اللي كيقولوا فيه ان الدار تحرقات وتحرق فيها ياسين اللي هو الضحيه، وانهم طفاو العافيه ومشاو في حالهم، وهذا الشيء كله وقع بسبب الكليماتيزور. كيف قال لي يعني في مسرح الجريمه؟ هنا ما بقاتش هزاتني الارض، نط بالزربه. بقيت كنكمل الفحص ديالي للجثه اللي كنت ناوي اصلا انني نخليه حتى الغد ليه، لانني كملت سوايع العمل هذا النهار هذا. ولكن دابا مع هذا الخبر اللي سمعت خصني نجلس ونزيد سوايع ونكمل الخدمه ديالي باش يكون واجد عندي التقرير اليوم، وغدا ان شاء الله نمشي ندفعو قبل ما يفكر هو يحول القضيه للنيابه. وهذا الشيء اللي درت، كملت التقرير ولغت ليه مع النبوري مشيت لولايه الامن. سولت على الرئيس اللي مسؤول على المحقق عماد، نعتو ديال البيرو، وانا غادي في الطريق حتى كيبان لي المحقق عماد جالس في واحد البيرو وكيقرا شي وراق قدامه. ما شافني حتى وقفت قدامه. قلت ليه كتقرا في شي قضيه جديده؟ ايوا على ربي ما تكونش ناوي دير لها كي درتي لقضيه ياسين الله يرحمه. قال لي اشنو اش كتخربق انت دابا، واش كدير هنا اصلا؟ قلت ليه الهضره ماشي معاك،
مشيت بالزربه لمكتب الرئيس ديالو، دخلت عنده رحب بيا، قال لي شنو حب الخاطر. قلت ليه انا الدكتور معاذ، انا الطبيب الشرعي اللي مكلف بقضيه الجثه المحروقه، رقم الملف كذا وكذا. قال لي مرحبا مرحبا سي معاذ، هاد القضيه راه مكلف بها المحقق عماد، هو اللي يقدر يعطيك شي معلومات ولا شي اضافات الا بغيتيها. قلت له السي فاروق، انا ما جايش باش ناخذ معلومات، انا جاي نعطي معلومات، وفي نفس الوقت بغيت نبلغك بشي حوايج ما يرضاهمش ربي، وكنظن ما غترضاهمش حتى انت، انهم يكونوا في الاداره ديالك. قال لي ياك لاباس اولدي، شنو واقع، شو شتيني؟ قلت ليه واش في خبارك المحقق عماد قفل الملف في القضيه؟ قال لي اسمح لي دقيقه نصيفط على الملف باش نكون معاك في الصوره. هز التليفون، اتصل بالمحقق عماد، قال لي جي عندي دابا وجيب معاك ملف القضيه ديال ياسين. دخل عماد، عطى التحيه للرئيس. السي فاروق شد الملف، فقرا مزيان، شاف فيا، قال لي فعلا الملف تسد، لانه التقرير ديال الدفاع المدني اللي طفى الحريق كيقول انه الحادثه مجرد حادثه عرضيه وحريق عادي ادى لوفاه الضحيه، وبناء عليه محقق سد الملف. قلت له السي فاروق، راه هنا المشكل الحقيقي في انه سد الملف، واش ما كيبانلكش انه داك الملف ناقصه فيه شي حاجه؟ قال لي والله ما رديت البال ولدي، قول لي شنو كاين. قلت ليه الملف ما فيهش تقرير ديال التشريح الطبي، والمصيبه اللي كبر في كبر انا الضحيه ياسين الله يرحمه ما ماتش بسبب الحريق، ياسين تقتل عاد تحرق، ولا قتلو حرق الغرفه باش يغطي على الادله ويدوخ المحققين. الكوميسير حسيت به شعر راسو وقف بالصدمه، لانه قبل كل شيء ما غيبغيش تسمع لنا الاداره ديالو اللي هو رئيسها سمعتها خايبه وما كديرش شغلها كيف خصو يكون. قال لي واش الدكتور متاكد من هادشي اللي كتقول وعندك عليه شي ادله؟ قلت ليه ها الملف عندي، شوف السي الكوميسير، بحكم الخبره والعمر اللي دوزتيه في الميدان انت عارف ان اللي مات بالحريق كيكون الجهاز التنفسي ديالو فيه اثر ديال الدخان، كيكون كيتنفس وكيدخل الدخان بلاصه الاكسجين حتى كيتخنق، ولا فتحتي الريه ديالو كتلقاها كحله بسبب الدخان، بحال الناس اللي كيكميو الله يعفو عليهم. الا الريه ديالو الا كان مريض ولا شي حاجه ودار شي تصويرات ديال الصدر ولا اكيد كتبان لك الريه ديالو انها كتكون كحله داك الدخان اللي كيلصق فيها. قال لي هادشي راه معروف ويا ما شفناه، ماشي شي حاجه اللي غريبه زعما، بالعقل راه باينه. قلت له هو المرحوم ياسين راه ريته نقيه بحال الورقه البيضاء كيف خلقها الله، ما فيهاش حبه ديال الدخان، هادشي كيدل على انه ما كانش كيتنفس في وقت الحريق، يعني انه تقتل قبل ما تشعل العافيه. قال لي راه داك التقرير نشوف. شدت من عندي التقرير قراه، شاف التصاور ديال الريال اللي صورتهم والتصاور الاخرين ديال الصدر ديالو وديال الجهاز التنفسي كامل، وبدا كيهضر معايا مع راسو بشويه. قال الله الا فعلا الريه نقيه ما فيهاش اثار دخان. وهو يشد في راسو وضرب البيرو بيديه وقال للمحقق عماد هذا هو اللي مات بسبب الحريق. المحقق عماد ريق ونشف ما عرف ما يقول ليه. فين عمرنا كانت عندنا حالات اشتباه والجثه مازال في مشرحه كتشرح، ونخليو تقرير الطب الشرعي ونبنيو على تقرير الدفاع المدني؟ واش اللي شاف غير بعينيه بحال اللي شرح وبحث بطريقه علميه؟ قال لها سعادة الكوميسير انا راه سديت الملف وكان في نيتي نزيد عليه التقرير الطبي الا جا. قال لي كوميسير كذاب، انت كنتي ناوي تدفع القضيه اليوم، انت القضيه بغيتي تزرب عليها ما فيك اللي يخدم، مازال ما كملاش حتى سيمانه، علاش تقفل الملف؟ واش سيمانه غتكفيك تجمع بيانات الضحيه وسعاك تقفل القضيه كلها؟ انا عاد غنقريك، راك 10 سنين وانت في الحرفه. المهم خطا من المزيان. ملي تهدت الكوميسير قال لي كنشكرك بزاف سي معاذ، الخدمه اللي درتي راه خدمتها كيف خصها تكون، وكنوعدك هاد القضيه غنعطيها للمحقق كفء اللي يقدر يكمل فيها وغنتبعها براسي، وفين ما مشيتي غيكون معك رجليك برجليه. يمكن لك دابا تمشي تشوف خدمتك. قلت له اصلا راه التقرير اللي درت راه مبدئي، انا بغيت نجيبو لك تشوفو، انا مازال خدام على الجثه، انا منين ندير التقرير النهائي غادي نعطيه لك. قال لي يا سي فاروق سير خذ راحتك وقلب على خاطرك وحتى تسالي واتصل بينا. المهم خرجت من عند الكوميسير وانا فرحان، حيت اخيرا لقيت اللي يوقف لذاك المغرور طغيان اللي عايش فيه، واخيرا العداله غتاخذ مجراها ويتجاب بحق ياسين الله يرحمه. كتظنوا ان القضيه سالت هنا؟ لا القصه يلاه غتبدا. القضيه ما كتعلقش بمحقق كاسول ما دايرش شغلو، القضيه كبر من هادشي بزاف. ملي جيت النهار الاخر للبيرو ديالي وقفني المدير قال لي اش درتي تاني هذاك جباد العوافي؟ البارح كلشي كيتصل بيا، يا قلنا لك عطي اتصال لذاك بنادم راه ما يسواش وغادي يطوفك.
قلت ليه شوف انا درت اللي يريح ضميري. قال لي راه بحال اتصل بيا الكوميسير قال لي انا والمحقق عماد وقفوا من الخدمه وغيدوز للتحقيق بسبب الاهمال. قلت له الله على راحه ربي فكنا منه ومن اشكاله. المدير شاف فيا وضحك واحد الضحكه سخيفه عاوتاني قال لي تفكيتي منه ايوا تسنى شوف اش غادي يوقع لك دابا وجد راسك اللي جاي. قلت ليه شوف الامور كتمشي كيف بغاها ربي ماشي كيف بغاها شي حد اخر لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا ولكن ما ديرهاش من نقل الصواب كتبان ليا بحال الا كتدافع عليه بحال خايف منه ما فهمتش المفروض تدافع على ادارتك اللي حنا فيها ماشي على الاخرين. قال لي انا ما كندافع على حد انا ما بغيت صداع حيت شفت اش وقع لوحدين اخرين سير شوف شغلك دابا ومن بعد غادي نهضروا وبعد من المشاكل شويه الله يرضي عليك. المهم دازت 3 ايام دخل عليا واحد ما كنعرفوش سلم عليا قال لي انت الدكتور معاذ؟ قلت ليه ايه شنو حب الخاطر؟ قال لي انا المحقق نادر انا اللي جديت القضيه ديال ياسين في بلاصه المحقق عماد. قلت له مرحبا فاش نقدر نساعدك؟ قال لي قبل كل شيء كنشكرك على الشجاعه اللي عندك لانه ماشي اي طبيب يقدر يدير داكشي اللي درتي. الاغلبيه كيريح راسو يكتب تقرير اللي تطلب منه ويدوز لحاجه اخرى. قلت له وانا مستغرب معليش اسمح لي نسولك واش انت زعما هادشي اللي وقع للمحقق عماد ما خلاكش تحقد عليا بحكم انك صديقه في العمل ولا؟ قال لي شوف يا اخي المحقق عماد خدم بطريقه ماشي احترافيه وتسرع وسد القضيه بطريقه بليده راسو قاصح هاد الحقيقه حنا عارفينها لانه خدم معنا 10 سنين داكشي علاش يستحق العقوبه واخا كنشوف انه كان يتعاقب بعقوبه اخف ماشي الطرد والتوقيف ولكن قدر ونصيبه ما علينا خلينا منه دابا. المهم واش تقدر تمشي معايا للشقه فين تحرق ياسين الله يرحمه؟ بغيت ندير معاينه لمسرح الجريمه باش نوافق بين التقرير اللي غندير والتقرير ديالك نتايا ونشوف واش فعلا دوك الادله اللي عطيتها مطابقه مع الواقع. قلت لي ما كاين حتى مشكل نعاودو نديرو المعاينه ومنها حتى انت تعطيني رايك نقدر نكون غلط في شي حاجه. وحنا في الطريق بقيت كنعاود ليه على القصه كامله ومسرح الجريمه وعلى المحقق وشنو وقع ليه هذاك النهار وداك بنادم اللي كان كيغوت في الخارج وكيقول ياسين ياسين وبرزتني بصداعو. وصلنا ودخلنا للبارطما قال لي المحقق نادر بغيتك تخرج ليا من هنا اي دليل صغير كبير ما بغيتش التقرير ديالي تبقى فيه ثغره وحده اللي يشكوا فيها. قلت انا مستعد نبقى معاك هنا نمشيو هاد المسرح ديال الجريمه شبر بشبر. قال لي مزيان التقرير ديال الدفاع المدني كيقول ان الباب كان مسدود بالقفل وانهم اضطروا يكسروه باش يطفوا العافيه وهذا الشيء استنتجت منه باللي الشخص اللي شعل العافيه كان عنده نسخه من الساروت ديال البارطما ولا كان مع ياسين الداخل. قلت له عندك الحق وهذه بدايه الخيط. قال لي في نظرك علاش ياسين كان ناعس على وجهه؟ قلت له تقدر تكون هذه طريقته في النعاس ولا الجاني جرو من بلاصه اخرى ورمى على الناموسيه. سكت المحقق نادر وبقى كيدور في عينيه. قال لي كتبتي في التقرير انه اكثر بلاصات تحرقات هي الحيط اللي حدا الجثه. قلت له اكيد هادشي اللي كتبت وانت كتشوف بعينيك. بقى تيشوف الجثه تيشوف البلاصه اللي كانت فيها الجثه جينا على المشرحه تيشوف البلاصه اللي كانت فيها الجثه تيضوي تحت الناموسيه شاف شي حاجه لتحت. قال لي دكتور معاذ اجي تشوف. طليت كيبان لي الجليج تحت الناموسيه بحال محروق تحت الجثه مباشره وخط ديال العافيه جاي من عند البديه ديال الناموسيه حتى لواحد البلاصه وسط السرير وهنا كاين اثر ديال العافيه. قلت ليه هاد العافيه اللي هنا كثيره هذا دليل بلي القاتل خوا شي صنص ولا شي ماده كتشد فيها العافيه بالزربه بحال الزيت وخواها بكميه كبيره. داكشي علاش الحريق كبير تحت الناموسيه غيكون حط القرعه ولا البيدوزه اللي فيها الماده عند رجلين الناموسيه وخواها حتى وصل عند البلاصه اللي فيها الحريق كبير وهي البلاصه اللي كان نعس فيها ياسين الله يرحمه. المحقق سكت شويه وبقى كيشوف الناموسيه وسولني قال لي ولكن الا كان الجاني شعل العافيه تحت الناموسيه علاش الحريق شاد بزاف غير في البلاصه اللي كانت فيها الجثه وما شادش في البلايص الاخرين من الناموسيه الجناب؟ المفروض ان العافيه تشد في كل شيء وهي وصلت حتى الكلمه وما شدتش في الجناب ديال الناموسيه ما يمكنش. قلت لي السي نادر انا كان عندي جوج ديال الاحتمالات لهاد القضيه. القاتل شعل العافيه في الناموسيه عاد جاب الجثه رماها الفوق وفي هذه الحاله غتحرق الناموسيه كامله لانها سبقات فيها العافيه وبقات فيها مده
وما كاينش ما يحبسها. وهذا الشيء ماشي هو اللي وقع، لان الناموسيه كيف كتشوف محروقه بزاف في البلايص اللي تحت اللي فيها الجثه واللي تحت من الجثه. الاحتمال الثاني يكون حط الجثه هي الاولى عاد شالها فيها تحت الناموسيه، وانا في نظري هذه هي اللي وقعت، حيت المنطق ديال العافيه علميا ما كيمشيش عشوائي. العافيه كتاكل اقرب حاجه ليها، عاد كتنتقل داكشي اللي حداها واللي داير بها. وفي هذه الحاله العافيه ملي حرقات الناموسيه من التحت خرجات للسطح ديال الناموسيه، لقات جثه بقات كتاكل فيها بشوي بشوي. يعني الجثه في هذه الحاله خدمات بحال شي حاجز قدام العافيه، ما خلاتهاش تزوز لبلايص اخرين قبل ما تساليها. وهنا جاو البومبيه. في الوقت اللي جاو فيه البومبيه كانت الجثه مازال كتحرق. لو كان البومبيه تعطلوا واحد شويه كانت العافيه غتاكل هذيك الجثه كامله، وغادي تدوز غتاكل الناموسيه حتى هي كامله بجنابها بكل شيء ليها. قال لي المحقق نادر ولكن الا كان هذا الشيء كيف كتقول العافيه خصها تحرق غير الجثه والناموسيه، حيت البومبيه جاو في الوقت المناسب، ومادام الناموسيه ما تحرقاتش كلها وهي اللي بدات من جهتها العافيه، فكيفاش تحرق الكليماتيزور والحيوط الاخرين والماريو وداكشي الاخر اللي في البيت كامل؟ قلت لي هذا السؤال عندك ذكي، وهذه هي الحيله دارها المجرم باش يوضرنا. المجرم خوا ليسانس اتجاه الكلمه، وخوا شويه حدا الحيوط الاخرين وشويه حدا الفراش الاخر باش تبان انها جات منها العافيه، جات العافيه من جهه الكلمه، ونتخيلوا حنا انها حادثه عاديه وان الكلمه هي اللي شعلت العافيه في البيت. عاد خرج خوا ليسانس في الفراش اللي في الدار كله اللي على برا ديال هذا البيت باش تكون الحريقه كبيره ويغبروا جميع الادله اللي ضده، لانه غالبا غيكون حرك بزاف د الحوايج، قاس بزاف د الحوايج، هز كيسان، هز شي حاجه، اي حاجه هزها حركها من بلايصه غيبقاو فيها الاثر ديالو. داكشي علاش حرق كل شيء باش ما يبقاوش البصمات. الا لاحظتي راه ما كاينش شي رابط بين الحريق ديال البيت اللي فيه الجثه وبين باقي البارتما، لانه لو كان جا الحريق خرج من البيت لباقي البارتما الباب ديال العود اللي في البيت غيكون كله تحرق، عاد منو دازت العافيه لداكشي اللي تابعها للزربيه اللي قدام البيت والمباقي. وهنا ما وصلش العافيه لهاد البلاصه، يعني كان كيخوي ليسانس ولا الزيت بشكل متقطع وعشوائي. محقق نادر بان لي اقتنع بهضرتي، بقى ساكت، يمكن كان كيحاول يلاقي الاحداث مع بعضياتها. سكت شويه وعاود سولني، قال لي هذاك ولد عمي ياسين اللي كان عيط ياسين نهار كنتي كتجمع الادله اللي عاودتي لي عليه فاش كنا في الطريق، باش عرف انه راه ياسين هو اللي تحرق، يقدر يكون خوه ولا باه ولا مو مثلا، رغم اننا ما كناش حنا براسنا عارفين شكون الضحيه، وما خرجنا حتى اخبار للناس على شنو واقع داخل البارتما. قلت له السينه ديال هذا السؤال تمنيت المحقق عماد يسولوا لهداك اللي كان كيعيط، لانه في الوقت اللي كان خصو يشدو ويستجوبوا ويجمع منه المعلومات كان مقابلني غير انا كيزرف فيا ومخلي خدمته. اللي كنعرف انا انه البوليسي من الجوقه اللي كتكون واقفه حدا المسرح كيجمعوا نصف المعلومات، وربما يكون المجرم نيت واقف في وسط الجوقه، ومن ثم المحقق كيقدر يحدد شكون المشتبه فيهم الاولين اللي خصو يستجوبهم، لكن هو للاسف ما دارش هذا الشيء. المحقق نادر عيط لواحد من البوليس اللي معاه، قال لي غدا ان شاء الله بغيتكم تجيبوا لي من شركات الاتصال جميع معلومات على الناس اللي اتصلوا او اتصل بهم ياسين في هذا الاسبوع قبل ما يموت. بغيت تستدعيو الناس ديال الحي اللي كانوا واقفين فاش كانوا البومبيه كيطفيو الحريق، وبغيت ولد عم ياسين اللي كان كيغوت داك النهار هنا بالذات، ما كرهتش يجي عندي اليوم. دار جهتي المحقق نادر قال لي يا دكتور واقيلا نمشيو. مشينا ورجعت انا للمشرحه ودخل هو المكتب ديالو. من بعد شويه ديال الوقت دخل عليه بوليسي قال لي ولد عم الضحيه راه جبناه. سولو نادر قال لي شنو كيجيك ياسين؟ قال لي ياسين كيجيني ولد عمي. شنو علاقتك به؟ ساكن انا وياه في نفس الحي ومره كندوز عنده نشوفو، الا خرجنا راه كنخرجوا مع بعضياتنا وصافي بحال كاع العائلات. كنتي كتغوت حدا دارو وكتقول ياسين
نهار وقع الحريق قال لي هي هادشي كاين السي الكوميسير، ولكن باش عرفتيه راه ياسين اللي تحرق، يقدر يكون شي حد اخر من عائلته، وحنا حتى عند ما قلنا ليها شنو واقع. يعني شكون اللي قال لك انه راه ياسين فعلا اللي تحرق؟ قال لي السي الكوميسير انا اتصلوا بيا الناس ديال الحي وقالوا لي راه العماره اللي فيها ولد عمك تحرقات والبومبيه كيطفوا في البارطمون اللي فيها ولد عمك، وانا عارف انه ولد عمي ساكن بوحدو لان عمي والزوجه ديالو ساكنين في دار بوحدهم في مدينه فاس ماشي معاه. علاش غوت؟ لانني ملي وصلت لقيت البومبيه طفاو الحريق، قلت الحمد لله حتى الا كانوا دابا شي اضرار غتكون خفيفه. عاود تسولت البوليسي اللي كان حدا العماره واش كاين شي حد تصاب، قال لي لا ما كاينش مصابين ولكن كاينه جثه محروقه، وانا عرفت انه راه ياسين هو اللي تيكون بوحدو، يعني هو اللي تحرق الله يرحمه. وبقيت كنغوت حيت ما استوعبتش كيفاش وقع هادشي. المحقق نادر قال لي واش عرفتي باللي ولد عمك تقتل قبل ما يتحرق؟ قال لي كيفاش؟ شكون قتلوه؟ انا اللي فراسي انه مات محروق. وحسام واش كتعرف شي حد عنده عداوه مع ياسين ولا شي واحد فايت ليه هددو شي مره ولا دخل معاه في شي شراكه ولا في شي مشكل ولا في شي اي حاجه؟ قال لي لا ما فراسيش هادشي، بالعكس ياسين من الطف خلق الله وما كيجبد مشاكل مع حتى حد، وبعد المرات كاع تيسمح في حقه على قبل المشاكل. المهم المحقق نادر قال المساعد ديالو عطيني البيانات ديال حسام، طلع الملف الجنائي ديالو لقى نقي ما عنده حتى شي سوابق. صافي قال لي خليه يمشي ما تبعدش نقدروا نحتاجوك في اي لحظه. الغد ليه جا التقرير ديال الاتصالات اللي دارهم ياسين قبل ما يموت من بعد ما فرغوا التليفون ديالو. الاتصالات كتبان كلها طبيعيه، نفس الارقام كتكرر ومحدوده بزاف، رقم حسام رقم والديه الارقام الاخرى اللي خدامين معاه، الا واحد الرقم اللي مجهول ما مكتوباش عليه السميه ومتصل به 4 المرات نهار وقعت الجريمه بالضبط. المحقق نادر استدعى اي رقم كيشك فيه من قائمه الاتصال وحقق معاه حتى وصل لهذاك الرقم المول الرقم المجهول. قال ليه بغيناك في مكتب التحقيقات غدا، وفعلا داكشي اللي كان. جا مول الرقم المجهول سميتو عصام ملي جلس قدام المحقق هو مرتبك، مرة يحك راسو مرة يحك عينيه مرة تشدو الرعشة وكيدور في راسو. سولو المحقق علاش كترعد مناش خايف دير شي حاجة ولا؟ قال لي غير حيت ما عمري دخلت بحال هاد البلايص هادو ولا لشي دائرة ولا الكوميسارية ولا الولاية. قال لي مرة وحدة دخلت كتجات لاكار صافي هادشي علاش، ومادام انكم عيطتوا ليا لهنا يعني راه كاين شي مشكل. كتعرف حسام؟ قال لي شكون حسام؟ قال لي حسام فلان فلان. قال لي كنعرفو ولكن من بعيد ما عنديش بيه شي علاقة واخا. وكتعرفوا ولد عمو ياسين؟ عصام غير سمع سميت ياسين هو يكحال وجهه وبدا كيرتاب كتر. ميمكنش بنادم يوصل لهاد الحالة ديال الخوف غير حيت دخل الكوميسارية وخا يكون عنده الرهاب. قال لي المحقق نادر عصام فين كتعرف ياسين؟ قال لي ياسين خدام معايا، انا محاسب وهو تقني. وفين هو ياسين دابا؟ سكت عصام شويه كيفكر. قال لي والله ما عرفت فينو، ما عرفتش الشيف، ما شفتوش من شي 3 ايام دابا ملي تفرقنا في الخدمه. ياسين راه مات عصام. كيفاش مات؟ محقق نادر شافو كيترعد والحاله غاديه وكتزاد، بقى ساكت شويه وقال نرمي عليه التهمه ونجر ليه لسانو نشوف واش تحت راسو. قال لي غير كنضحك معاك ياسين ما ماتش، ياسين حي ولكن تحرق. وملي فقر عاود لينا كل شيء بالتفاصيل. محشوماش عليك دير فيه ديك الحاله. قال لي اش من حاله الشاف، انا ما درت والو، بلا ما تصعبها عليك وتصعبها عليا قول كل شيء اللي وقع داك النهار باش نتعاون معاك. انا عارف دوسيك نقي وانت ماشي مجرم، كلنا كيجي واحد النهار كنغلطو كنديرو شي غلطه، شي حاجه اللي كتكون فوق طاقتنا وكنتصرفوا فيها بغباء بلا ما نفكروا، والشيطان كيعاوننا عليها. فغير عاود ليا انا راه فاهمك، انت كتشوف عاود ليا مزيان. عصام تصدم وجهه تصنق وما بقاش عارف شنو يدير، عينيه حمارو وبدا كيبكي ويتنخسس. المحقق خلاه حتى يتبع على خاطره. قال لي ايوا سي عصام راني كنسمع، هاك مسحك دموعك بعدا راني حاس بك، عاود ليا اخويا قلبك. عصام قرر يعترف وقال ليه والله الشاف ما كنت قاصد ندير ليه شي حاجه، هو حمار ومعكس وما عارفش مصلحته فين كاينه، حرجني وزاد استفزني وضيق عليا، فكانت خصها اما تجي فيا ولا تجي فيه باش واحد فينا يرتاح. كيفاش حرجك؟ صافي غير حرجك الراجل دير فيه هاد المصيبه.
انا والله الا عزيز عليا ياسين حيت درويش ومعقول، والله ما كنت بغيت ندير فيه شي حاجه، واصلا ندمت الله يسامحه. عماد هو اللي كان السبب. محقق نادر قال لي شكون عماد؟ شكون هذا عماد اللي هو السبب؟ قال لي عصام شكون عماد؟ انا ما ذكرتش عماد، قلت السبب هو ياسين. محقق قال له قلتي عماد، غتقول لي شكون عماد ولا غنوريك الوجه الاخر؟ والله ما يعجبك حال معايا، راه كنتعامل معاك مزيانيه، ولكن باش تردني دري صغير وتفلى عليا تقول هضره وتعاود تحيدها ما غاديش نتعاطق معاك. يلا نطق قول شكون عماد. قال لي عماد الشاف، عماد اللي معاكم. واش المحقق عماد؟ اي اللي عنده الطوموبيل كحله. المحقق نادر بدا يفهم دابا علاش المحقق عماد كان بغى يسد القضيه باسرع وقت، حيت متورط، لكن مازال ما فهمش علاش وما فهمش التفاصيل كامله. قال لعصام دابا غيب شويه عليك وكمل لي التفاصيل وركز، لان راه هادشي اللي غتقول راه فيه رقاب غطير، اي معلومه غلطه غتزادك تهمه، تضليل العداله وحتى التشهير. عاود لي اي حاجه واخا بانت لك انت تافهه انا بغيتها. قال لي انا خدام محاسب في شركه ديال التجهيزات واللوجيستيك، كنجهزوا البيرويات والاضاءه وبزاف د الحوايج، وياسين كان خدام تقني معايا، اي حاجه بغات تركب ولا تانستالا في شي بلاصه كيصيفطو يركبها. هاد الشركه دايره عقد شراكه مع ولايه الامن، اي حاجه من التجهيزات خاصه في الولايه كتوفرها لها الشركه، واللي كان مكلف بهاد الامور ديال الصيانه في الولايه هو المحقق عماد. كان فين ما خصات شي حاجه او خسرات او خصها تصلح هو اللي كيتصل بالشركه وكينسق معاها وكيوقف معاهم حتى كيصلحوا الامور، وهو نيت اللي مكلف حتى بالامور الماليه ديال هادشي والبونات والفاكتورات. وهذا هو السبب اللي خلاه يتعرف عليا ويولي صاحبي. المحقق عماد كان مخربق كبير وعنده فساد مالي، وحيت انا هو المحاسب ديال الشركه وعندي خبره، كنت انا اللي كنسيق من وراه وكنخبي ليه على الفساد ديالو. قال لي المحقق نادر كيفاش كيدير لهذا الشيء؟ قال لي مثلا الولايه خاصينها جوج ديال البيرويات ساويين 3000 درهم، انا كنكتب في البون انهم ساوي 4000 درهم، كناخد نصيبي من ديك 1000 درهم وكنعطي للمحقق عماد داكشي اللي بقى. كاين اللي غيقول وايلي غامر براسو بخدمته على قبل 1000 درهم، كي والو ما تبانش لك 1000 درهم قليله. شوف شحال من 1000 درهم اختلس، ملي كيخسر الضوء، ملي كيخسر الماء، ملي كيحتاجوا مواد التنظيف، ملي كيجيبوا عاملات النظافه باش ينقيو، ملي كيبغيو يبدلوا المعدات والبيرويات، اي حاجه طلبتها الولايه من الشركه عندهم بجوج نصيب فيها. المحقق نادر قال لعصام وشنو علاقة ياسين بهذا الشيء؟ قال لي انا ياسين كان ديما كيجي عندي البيرو ديالي، كنفطروا مع بعضياتنا ولا خرجنا لشي بريكول كنخرجوا بجوج. واحد المره ما عرفتش كيفاش حتى طحت في يدي واحد الفاكتوره ديال شي سلعه طلبها لي المحقق عماد، يمكن نسيتها فوق البيرو ولا طحت ليها في الارض. المهم ياسين لقاها باي طريقه. ياسين حرايفي، يعني عارف السلعه وعارف الاثمنه ديالها، غير شاف لك الفاكتوره عارفها منفوخه، وشاف انه الاثمنه بزاف على الاثمنه الطبيعيه اللي كيتباعوا بها هذوك المواد. ملي رجعت للبيرو بقى كيشوف فيا باحتقار وقال لي واش انت ما كتخافش الله؟ الناس مأتمنينك على فلوسهم وانت كتشفر فيهم عين باين. كون غير كانوا ما مهلينش فيك نقولوا بغيتي تنتقم منهم، كيخلصوك مزيان، عاطينك الطوموبيل ما كيتحاسبوش معاك عليها، كتشد بريمات مزيانين، لاش دير فيهم هادشي؟ وهادشي غير اللي شفت انا يعلم الله اش مخبي. وهددني انه غيدير بيا شكايه للمدير. انا حاولت نقنعه انني ماشي شفار، غير غلطه تحط فيها وما بقيتش نعاود، وقلت ليه انت راه صاحبي المفروض تعاونني وتوقف معايا باش نتراجع ونصحح الغلطه ديالي، ماشي تكون مع الشيطان عليا. ولكن هو شفتو مصر باش يبلغ المدير وانا نغير الخطه، وحاولت نغريه. قلت له واش انت عاجبك هاد 2 دراهم اللي كيعطيوك وانت كتدخلهم للملاير؟ اجي دير يديك في يديا واللي جاني جاك. لكن ياسين راسو قاصح وحالف حتى يبلغ عليا، بقى كيتغاوت معايا، قال لي الا كنتي ما عاجبكش الخدمه ولا ما عاجبينكش هما ولا ما عاجبكش الصالير بدل الخدمه ولا طالب بحقك، ماشي تسرق وتضيع الامانه.
وهز الصاك ديالو وخرج كيجري من عندي وقال لي انت ماشي ديال العشره، انا ما بقيتش نقدر ندخلك لداري حيت غدار. اتصلت به بزاف د المرات باش نشوفو شي حل للمشكل وما نخليهش يجي كلاري بيا. شحال من مره اتصلتي بها عصام؟ جايه الربعة المرات الشاف، حتى المره الرابعه عاد جاوبني. ايوا شنو درتي؟ قلت ليه فين كاين نجي عندك. قال لي ما بقات هضره بيناتنا. قلت له عطيني غير فرصه اخيره واسمع مني، ولا ما اقتنعتيش دير اللي عجبك ديك الساعه انا راضي به. وشنو كانت ردة فعله؟ قال لي جي عندي للدار. مشيت عنده للدار وحاولت نقنعه، قلت لي انا تورطت دابا خاصك تعاوني، لكن هو بقى شاد في هضرته وما بغاش حتى يسمع ليا. وفهمت من هضرته انه ناوي في النهار الاخر يمشي ديكلاريني في الشركه. الحقيقه انا ملي شفتها كبرات ما بقيتش تحكمت في راسي وانفعلت وضربت انا وياه دقه فيا دقه فيه، ومن قوه المضاربه تعكلت لي رجليه في واحد الفوطو كبير في الصالون عنده وطاح الارض وبدا كيغوت باعلى جهد فيه، كيحاول يوصل للجيران انه كيتعرض للاعتداء باش يجيو يعتقوه. انا باش نعتق الموقف جلست ليه على صدره وبقيت ضاغط ليه على عنقه باش ما يقدرش يغوت مازال. شويه كنحس بيه بحال جاء اغماء، وانا نقول نزيد نضغط عليه شي شويه باش ينهار تماما ما يقدرش مازال يقاومني، حتى نشوف اش ندير، نهرب ولا نشوف شي حل. وركت عليه شويه حسيت بيه قطع الحركه وبقيت كنترعد صحاب لي مات. حطيت ودنيا على قلبه باش نسمع واش مازال قلبه كيضرب، لقيته فعلا مات. وانا صافي فشلت، جلست حداه وبقيت كنغوت وكنبكي حتى انا، وانا والله ما ناوي اجي ولا نقتلو حيت عزيز عليا. واخا ومن بعد شنو درتي؟ كمل ليا. طاح ليا في بالي المحقق عماد وقلت نتصل به يعطيني حل. وجاوبك؟ ايه جاوبني. عاودت ليه اش وقع، هو يبدا يغوت عليا حتى هو وكيعاير فيا. واش متصل بيا يا الغبي في نمرتي وكتعاود ليا هادشي؟ بغيتي تصيفطني؟ وقطع عليا في وجهي ومشى. قال لي المحقق نادر وراك غبي نيت ما كذبش عليك، كاين شي عد كيدير مصيبه ويتصل بالبوليسي في نمرته ويصيدوا معاه. ايوا زيد كمل. وكان من بعد شنو درتي؟ من بعد 10 دقائق الشاف تقريبا جاني اتصال من نمره ما كنعرفهاش. قال لي اسمع داك المكلخ فين انت دابا؟ انا راه عماد اللي كنهضر معاك، اتصلت بك من رقم واحد خدام في ستاسيون د ليسانس. قلت له انا مازال في بلاصتي ما عرفتش اش ندير. قال لي انا نقول لك اش دير، غتهز ياسين وغتحطو فوق فراشو وسير جيب ليسانس، خوي عليه وخوي تحت الناموسيه ورش في البيت ديالو وفي الدار كلها اللي قديتي عليه، ومسح اي اثر ديالك واي بلاصه حطيتي فيها يديك مسحها، اي كاس قستيه، اي حاجه كلتي فيها ولا شربتي معاه قبل ما دير هاد المصيبه مسحها وشعل العافيه فيه، وفي الدار وهز الساروت وخرج وسد الباب من برا وسير في حالك، ولا باقيش تتصل بيا حتى نتصل بك انا الا بغيتك. هو يقطع عليا. مشيت جبت ليسانس ودرت فعلا داكشي اللي قال لي بالحرف، وانا والله حتى ندمت على هادشي اللي درت، ولكن الحمد لله عمل لي ياسين باقي حي. انا راه من داك النهار مازال فايق، ما بغاش يتيني النعاس بسبب التفكير والخوف، وانا مستعد دابا يجريو عليا من الخدمه ولا يحبسوني ولا يديروا اي حاجه، المهم ما نكونش قتلت روح صاحبي. المحقق نادر قال ليه هو من ناحيه الحبس اعتبر راسك دخلتي ليه، حيت ياسين فعلا مات. الدم برد في عروق عصام وفهم انه المحقق كان ذكي، جبد منه الهضره غير بالحيله، وفهم حتى انه غيجر مع المحقق عماد للحبس لانه هو العقل المدبر اللي عطاه اش يدير. وبلاص ما كان خايف يحصل في قضيه اختلاس اموال عامه غيتزادوا دابا حتى قضيه قتل ومشاركه في جريمه قتل وخيانه الامانه وبزاف ديال التهم. المحقق نادر واخا اقتنع بكلام عصام بغى يزيد يتاكد لانه باش يتهم عميد شرطه خصو يكون عنده فعلا قرائن ودلائل كافيه ولا غيمشي فيها حتى هو لانه غيولي في اساءه لجهاز الامن كامل. المهم هز التليفون وطلبت فرغ المكالمات اللي دارها عصام مع عماد، ولقى فعلا انه المكالمه الاولى اللي اتصل فيها عصام بعماد ما استغرقاتش 30 ثانيه وقطع عليه. ومن بعد 10 دقائق يعني الوقت اللي وصلوني للستاسيون ديال ليسانس عاود اتصل به من رقم اخر، وهاد المكالمه تقريبا استغرقت دقيقه
يعني كلام عصام مطابق للمعلومات اللي عطاتها الاستعلامات. المحقق نادر عطى لعصام يسني محضر الاعتراف وصيفطو اللاكب باش يعاود يكمل مع التحقيق. وفكر فكرة أخرى، بغا يدير بحث على المحقق عماد براسو باش تكون عنده جميع الأدلة. جبد القضايا القدام اللي خدمهم عماد، كيقلب المحاضر كيلقى ان عماد كان كيدير خدمته كيف ما خصها تكون، يعني ما كاينش شي خلل في طريقة التحقيق. حتى قضية ما فيها شي خلل، لدرجة انه لقاه فيتخدم واحد القضية كتعلق بالمزاد العلني، قضية تافهة ما فيها لا قتل لا جريمة لا والو، ولكن بقات مفتوحة عنده وبقى كيحقق فيها لمدة شهر. عاد زدت الملف. نادر بقى كيقول مع راسو كيفاش هاد القضية تافهة ديال المزاد جلس فيها شهر، وهذه اللي فيها إضرام النار وفيها جثة وحالات اشتباه ستة في أسبوع. يعني فعلا كانت عنده نية خايبة، والنية هنا هو أنه بغى يغطي على الفعلة ديال صاحبو عصام باش ما يتورطش معاه، وباش يبقى محافظ على داك الروبيني ديال الفلوس اللي كيجي منه حصيصة ديال الفلوس كل مرة، حيت إلا تشد عصام غيتسد عليه الروبيني. المهم المحقق نادر بعد ما اقتنع استدعى مول الرقم اللي اتصل منه المحقق عماد بعصام. الرقم كان ديال عامل من العمال اللي خدامين في السطاسيون. قال لي واش عطيتي رقمك لشي واحد اتصل به هاد السيمانة ولا هاد 15 يوم اللي دازت؟ فكر شوية وبدا بقى تفكر ويقول ليه كان جاني واحد السيد وتقادت ليه التعبئة وقال لي واش ممكن ندير اتصال من عندك من تليفونك، فساعدتو عطيتو تليفوني ما فيها باس. واش الا شتيه تعرفو؟ اي مازال عاقل عليه، كنظن انه بوليسي، يمكن حيت كنشوفو مرة كيجي يدير عندنا ليسانس، وهادشي اصلا علاش زعمت عطيتو بورطابلي. شوف واش هو هذا اللي في الصورة، هو هذاك الشاف كان لابس جاكيت كحلة وجين. المحقق نادر قال لي صافي سير ما طفيش تليفونك لا نحتاجوك. من بعدها جمع المحاضر ديال الاعتراف اللي اعترف فيها عصام ودار ملف للرئيس ديالو وعاود ليه الجريمة بتفاصيلها كيف وقعت. فقرر الرئيس ديال عماد انه يستدعيه باش يدوز من التحقيق قدام اللجنة اللي فيها بزاف ديال المحققين، منهم اللي جايين من الرباط ومنهم الرئيس ديالو، وكان حتى المحقق نادر بحكم انه هو اللي شاد القضية حاليا. رئيس التحقيقات قال لرشيد، قال لعماد اتصل بك عصام النهار الفلاني مع التوقيت كذا، شنو علاقتك به؟ قال عصام اتصل بيا لانني انا المسؤول على اصلاحات في المبنى ديال الولايه، وكان بغى يسولني على شي اجهزه محتاجينها، وانا قلت له حتى نسالي خدمتي عاد اتصل بيا وقطعت عليه. قال لي الرئيس ديال التحقيق لقينا واحد الرقم ديال عامل في ستاسيون اللي حدا الولايه متصل بعصام في نفس التوقيت، شنو علاقتك بهذاك العامل؟ قال لي عماد التليفون ديال عصام والرقم ديال العامل، انا شنو علاقتي بهذا الشيء كامل؟ المفروض الى عندكم شي شك في شي حد فغيكون الشك في عصام ولا في هذاك العامل، يعني شوفوا شنو العلاقه اللي كتجمعهم، انا شنو دخلني في هذا الشيء كامل؟ قال لي ماشي مشكل، اكيد غنجيبوا العامل وغادي نديروا معاه محضر تعرف وديك الساعه نشوفوا شنو كان. جابوا العامل وجابوا عماد دخلوه وسط مجموعه موقوفين اخرين وقالوا للعامل شكون في هادو من عطيتي تليفونك، ويشير لهم على عماد. قال لهم هذا. عماد غوت عليه قال لي انت كذاب، انت بقيتي عاقل على وجهي حيت ديما كندير عندكم المازوت في الطوموبيل ماشي حيت عطيتيني بورطابلك، ونكر جميع التهم. وقال انا علاقتي بعصام علاقه عمل فقط، واي حاجه اخرى راه ما كايناش. المحققين قرروا يوجهوا التهمه للمحقق عماد بناء على الادله اللي عندهم وعلى الاعترافات ديال الشهود، وقرروا يحيلوا للسجن المحلي احتياطا ويحيلوا القضيه للمحكمه. في المحكمه القاضي سول عصام شنو كتقول في هادشي المنسوب لك؟ عصام رفع يديه وقال لي انا ما درت والو، هادشي كله كذوب. قال لي القاضي شنو كيفاش كله كذوب؟ انت معترف قدام المحقق نادر انك قتلتي ياسين وحرقتي الجثه ديالو، وهذا المحضر ديالك قدامي وانت ساني عليه بخت يديك ودابا كتنكر. قال لي عصام اسعادة القاضي المحقق راه ضربني وعنفني وخلاني نعترف تحت الضغط والتعذيب. معاذ كيقول انا كنت حاضر في المحاكمه لانني بغيت نعرف فين وصلت الامور وباش نشوف واش التقرير اللي درته هو هذاك ولا التحليلات ديالي طلعات غير تخمينات ما منها والو، واخا انا عارف انه داك الشيء راه 90% فيه صحيحه، ولكن بغيت نحضر
حتى من جانب الفضول، لأن المحاكمات كتزيد كتعطيك معلومات وكتعطيك فكرة على طريقة التفكير ديال المجرمين وبزاف د الحوايج، يعني كتنفعك. لو كان تشوف وجه المحقق نادر ملي سمع عصام مكر واتهمو بأنه ضربو باش يقرب الجريمة وباللي ما دارش، راه ولا بحال الباربة بالغضب. في ديك اللحظة ما كرهش ينوض يشدو من شعرو ويجف به دروج المحكمة، ولكن الله غالب. القاضي سجل الجواب وقال للمحقق عماد: اش كتقول في الاعتراف اللي اعترف عليك عصام؟ قال له: سعادة القاضي، انا قلت في التحقيق ان عصام كتجمعني به الخدمة، والمحقق نادر بغى من هادشي كامل غير يصيفطني للحبس باش يخلى ليه الجو ويشدو هو بلاصتي. القاضي قال ليه: واش كتقول في الاتصال اللي اتصلتي من الرقم العامل اللي في الستاسيون؟ قال له: سيد القاضي، انا ما عندي به علاقة، يقدر يكون هو متفق مع عصام باش يمسحوا فيا هاد المصيبة. قال لي القاضي: ولكن العامل جا وثبت في المحضر ديال التعرف انك انت اللي شتيتي من عنده التليفون واتصلتي بعصام. قال لي عماد: واش سعادة القاضي غتلبسوني تهمة غير بناء على محضر التعرف؟ من امتى كنبنيو الحكم على محضر التعرف؟ راه ساهل المحقق نادر يجيب العامل ويتفق معاه ويوريه صورتي من قبل، وملي يجي يتعرف عليا بسهولة. قال لي القاضي: الا ما عندك ما تضيف اذا غنرفعوا الجلسة ونستدعيو العامل للشهادة في الجلسة الجاية باش ديك الساعة تكون المواجهة بيناتكم ونشوفوا شكون اللي على حق. هنا ناض المحقق نادر: سعادة القاضي، أنا هو المحقق نادر اللي مكلف بالقضية، وهذا اللي حدايا هو العامل ديال الستاسيون. جبتو معايا لأنني عارف الخبث ديال عماد، ولا أخرتي الحكم للجلسة الأخرى يقدر بالمعارف اللي عنده علاقاته يرشي هذا العامل أو يهددو أو حتى يقتلو، ما عنده مشكل، إلا قتلو مرة يقتل 1000 مرة. لذلك كنفضل أنه تستمر الجلسة، ناخدو شهادتو حالا بطبيعة الحال بعد الموافقة ديالكم. القاضي وافق لأنه شاف أنه ما كاين حتى شي مانع، المانع اللي كان هو أنه ما كانش الشاهد، مادام أنه كاين الشاهد يعني ما كاين لاش أجل الجلسة أخرى. عيط على الشاهد، قال لي ادي القسم، وسولو: واش كتعرف عماد؟ قال لي: هي سعادة القاضي كنعرفو. جا واحد النهار وشد عندي التليفون وهضر مع شي واحد سميتو يمكن عاصم ولا عصام، ما عقلتش بالضبط على السميه، ولكن هضر مع شي سميه بحال هكا. القاضي قال لي: مادام عرفتي سميتو اذا سمعتي المكالمه وشنو تقال فيها؟ قال لي: سعادة القاضي ما سمعتش المكالمه، هو كان حدايا ولكن ما سمعتش كلشي، سمعت شي حوايج وشي حوايج ما سمعتهمش. قال لي: واخا شنو سمعتي؟ قال لي: سمعت سعادة القاضي ملي كان كيهضر معاه المكالمة أصلا ما كانتش طويلة، دغيا قطع عليه. إلا بقيت عاقل تقريبا قال ليه: ألو عصام، جيب ليسانس وما تخرجش من الدار حتى تأكد أنك حرقتيه. أنا ما عرفت علاش كانوا كيهضروا، أنا استغربت من هاد الهضرة وما عرفتش نيتها شنو فيها، ولكن شديت بورطابلي ومشيت كملت خدمتي. أصلا كان زحام، يعني ما كنتش مركز معاه بزاف في شنو كيقول ولا شنو كيدير. هنا عماد بدا كيغوت وتعصب لأنه عرف أن القضية بدات كتجي ضدو. هنا عماد تعصب وقال للقاضي: سعادة القاضي، هذا راه كيقول هادشي راه محفظينه ليه، راه ما شاف حتى شي حاجة، هادشي كله اللي كيقول راه حافظو، راه يبغاوها فيا، راه المهم بقى تيغوت. القاضي دار فيه وقال له: اسكت، غتعقل احترام، غتهضر بأدب قدامي في الجلسة ديالي ولا غادي نهبط لك الضو شي بركة ونأجلو هاد الجلسة. المهم القاضي فكر انه باش تاني ما يظلمش عماد، فكر انه كاين احتماليه ديال فعلا انه داك العامل ديال الستاسيون يكون داكشي محفظينه ليه، الا كانت مثلا قضيه كيديه ممكن يكون حافظه. فالقاضي تفكر في شي طريقه اللي يحصل بها ولا يفاجئ بها هذاك العامل ديال الستاسيون، شي سؤال اللي يفاجئوا به اللي ما يكونش موجد ليه، ما يتوقعوش. فقال القاضي قال للشاوش: غتمشي عند عماد وغادي تقول ليه واش عنده طوموبيل، الا كانت عنده يقول لك الماركه ديالها وما يسمعكم حتى حد. فعلا داكشي اللي دار الشاوش، مشى عنده قال ليه: واش عندك طوموبيل ولا لا؟ قال ليه: عندي طوموبيل. قال ليه: شنو النوع ديالها؟ قال ليه: مرسيدس بنز. القاضي قال لهذاك الشاهد، قال لهذاك العامل ديال الستاسيون: واش نهار جا عندك عماد للستاسيون جا على رجليه ولا بطوموبيل؟
جاب طونوبيله هذا الشاف قال له هو اصلا ديما كيجيب الطونوبيل، يعني مره كيجي كيدير عندنا المازوت، ماشي اول مره كنشوفو نهار تاتو التليفون. غالبا كيجي عندنا كيدير المازوت، الا كان تما كيجي كيدير عندنا، ما كانش كان بعيد راه كيدير فين ما شداتو الوقت. قال ليه نهار شنو الطونوبيله اللي كان راكب عليها اش ماركه؟ قال ليه كان راكب على مرسيدس بنز كحله. وانا صافي المحقق عماد عرف انه مبقاش عنده ما بقاش عنده باش يدافع. القاضي اقتنع بكلام العامل ديال الستاسيون، وعرف انه هذاك الشيء وقع فعلا، ماشي محفظينه. القاضي شاف في عماد قال لي مرسيدس بنز. قال لي انا لا قاضي وما عنديش هاد الطوموبيله، عميد شرطه، ومن خلال الابحاث اللي تدارت عليك يعني ما عندكش شي ما استثمرش في شي حاجه اخرى، يعني ما عندكش مصدر دخل اخر، ما ورثتيش، ما عندكش شي ورث ولا شي حاجه، يعني فلوس مرسيدس بنز منين غادي تجيبها؟ يعني هادشي كيأكد على هادوك الاختلاسات. هو المهم قاضي اقتنع بالادله اللي عنده وبان عماد لابسه والتهمه تبتات عليه. في النهايه المحكمه دانت عصام بتهمه الاعتداء على ياسين الله يرحمه وخنقه حتى الموت ثم حرقه من اجل اخفاء معالم الجريمه. حكمت عليه بالاعدام اللي تحول للمؤبد بحكم ان المغرب ما فيهش اعدام. بخصوص المحقق عماد، دانت المحكمة بعدة تهم، منها تهم الفساد الإداري والتستر على الجريمة والإخلال بالأداء الوظيفي في التحقيق وإغلاق قضية قبل استيفاء الإجراءات المعمول بها، وحكمت عليه ب20 سنة ديال الحبس. القصة ما سالاتش هنا. المحقق عماد من داخل السجن قرر أنه هادشي اللي بقى في حياته يخصو غير الانتقام من الدكتور معاذ. من بعد عامين من المحاكمة الدكتور معاذ صيفطوه لمدينة بعيدة على مدينته، صيفطوه لمدينة العيون وبعدوه من عائلته وبعدوه من مدينته، وصيفطوه لعند واحد المدير آخر كتر من المدير الأول، ولا كيقول أن كون بقيتي مع المدير ديالي الأول كما كان الحال في السلامة على هذا اللي أنا معاه دابا. ما قدرش يتفاهم معاه حتى في الهضره. كيقول الدكتور معاذ ولا كيعطيني القضايا وحده تبع الاخرى، وليت ما بقيتش كيبقى ليا حتى الوقت فين نصلي صلاتي، فين ناكل ماكلتي، وما كفاهمش غير هادشي، ولا كيجيب ليا انتدابات من مدينه اخرى وكيخصني نمشي ليها اي بلاصه خصها شي خبير شرعي ولا كيصيفطوني ليه. صافي تقهرت بمعنى الكلمه، كنحس براسي غادي نحماق الا بقيت في هاد الخدمه. داكشي علاش قدمت استقالتي في سنه 2018 وهربت أنا ووليداتي لدولة أخرى، بديت حياة جديدة. لكن الحاجة اللي خلاتني ما ندمش على هاد التجربة هي أنني خدمت بضميري في القضية وما مشيتش في الطريق اللي كانوا بغاو يجروني ليها المدير ولا المحقق عماد. ودابا أنا عايش في بلجيكا بخير أنا ووليداتي، وداكشي كله اللي وقع ليا كيبقى غير تعاود رغم الصعوبات ورغم كلشي، ولكن هذا قدري خصني ندوزو، فأنا زدت منه. شنو استفدنا من هاد القصة؟ الضمير هو صوت الحق اللي كيكون في داخل كل واحد منا، هو صوت الفطرة السليمة اللي كيخلينا نعرفو الحق من الباطل ونعرفو اش اللي خص نديرو واش اللي ما خصناش نديرو في كل موقف كنكونو فيه. هو الميزان الشخصي لكل واحد اللي كيردو لطريق الحق ملي كيشوفو تبع نفسو اللي غتجا بيه الهلاك. هاد الصوت فينا اللي كيسمعو وكيدير بكلامو، فكتكون نفسو ديما مطمئنة لقراراتو، وفينا اللي كيسمعو وكيدير بحال ما سمعوش، وفي النهاية كينفذ اللي في راسو واخا ضميرو ما مريحوش، وواخا كينفذ داكشي اللي في راسو كيبقى ما مرتاحش حيت نفسو لوامة، كيبقى ديما يتندم على داكشي اللي دار. وكاين النوع الثالث اللي قاتل ضميرو ما كيسمعش ليه نهائيا حيت نفسو أمارة بالسوء وإيمانو ضعيف، فكيدير داكشي اللي بغات نفسو، وإلا حس شي مرة بشوية ديال الندامة كيبرر لنفسو بأنه دار داكشي تحت ظروف قاهرة وعنده أعذار ومبررات لكل حاجة كيديرها، وكيتناسى أن ربي كيقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هنا غتكون سالات القصة ديال اليوم.
كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة. ما تنساوش تشتركوا في القناة وديروا اعجاب، ومرحبا بآرائكم وتعليقاتكم.